سألتكم ايه اغرب طريقة استخدمتوها او سمعتوا عنها علشان تعرفوا ان في طرف ثالث في العلاقة تك اديشن، وكتبت كل الاجابات هنا. انا مش هقول كل حاجة، عندي اسبابي، بس هقول اغرب الحاجات او الحاجات اللي انا حاسه دمها خفيف شويه عشان تعرفوا بس قد ايه البنات كرييتيف. اداني موبايل عشان اصوره وهو بيلعب بادل، وانا معايا الباسورد لانه هبل جدا 4 اصفار، بس ما كانش عندي وقت اقلب براحتي. ففتحت واتساب ولقيت الموست يوزد ايموجيز بتبقى موجوده في الاول، لقيت جواها ايموجي قليل الادب، فعملت بالايموجي سيرش جوه واتساب عشان اعرف بعت الايموجي ده لمين بالظبط. دي بتضحك. كنت معاه ولقيت رقم بيرن عليه كتير جدا اسمه احمد برينتنج، وقعدت اقول له ما ترد، قال لي لا دي حاجه تبع الشغل مش عايزه ارد عليها دلوقتي. فانا قلقت، خدت الرقم وحطيته على ترو كولر، طلع باسم بنت. فاستنيت لما روحت واتصلت ولقيتها فعلا بنت، مش احمد برينتنج ولا حاجه. بعت له لينك على اساس ان هو فيديو عشان يتفرج عليه، وكان لينك علشان اعرف اراقب موقعه. لقيته بيروح كافيه كتير على اساس انه بيقابل صحابه، ففي مره طبيت عليه في المكان لما عرفت ان هو هناك ولقيته معاها. دي صايعه، دي صايعه. اشهر طريقه لو الطرف الثالث صديق مشترك انا شاكه فيها، اني بعمل ستيكر خاص بيا واكون معلماه بعلامه معينه وببعته له هو بس كتير، او ببعته لها هي بس كتير. ولو الستيكر ده لف ورجع لي من حد منهم هما الاثنين، يبقى بيكلموا بعض من ورايا. دي عامه انا اول مره كنت اعرف ان هي موجوده اصلا. بحط نفسي على فايند ماي ايفون عنده وبعرف كل تحركاته وهو فين. الموضوع سهل علشان هو جوزي. حمله تطبيق مراقبه لتليفونات العيال علشان نراقبهم على الانترنت وكده، بس بفعل اللوكيشن وبراقبه هو. ليه؟ اللي جايه دي توعويه. مش هقول غير ان الرجاله بتنسى تعمل لوج اوت من اول ديفايسز. انا مش هكمل ومش هقول كل المسجز اللي جات لي اللي فيها اسماء ابلكيشنز واللي فيها طرق، اللي هو ايه يا جماعه في ايه، علشان انا دي حاجه ما بحبش اعملها. بس عايزه اقول لكم حاجه، المفروض ان احنا ما نتجسسش على حد، ده في آية في القرآن بتقول كده. وكمان في حاجة أنا مقتنعة بيها جدا، من يبحث يجد. يعني أنت لو بتدور على حاجة أو أنت بتدوري على حاجة تضايقك أو حاجة علشان تعملي بيها خناقة، هتلاقي كده كده كل حاجة هتلف وهتيجي لحد عندك. لو مكتوب إنك تعرفيها كده كده هتعرفيها. ما تحطوش effort كبير قوي في إنه تبوظوا حياتكم بإن أنتوا تقعدوا تراقبوا بعض، إلا لو هو عمل حاجة مثيرة للشك.